هنجرب فراخ تربو للمرة التانية. المرة اللي فاتت الفراخ ما عجبتنيش قوي، هنشوف المرة دي نفس الحكاية ولا لا. طلبت وجبة اسمها تربو اكسترا، دي تمنها 250 جنيه، عبارة عن واحد ريزو مع 3 قطع فراخ، طلبتها سبايسي وبيجوا معاهم كول سلو. الكول سلو متواضع خالص، محتاجة تتحسن عن كده. الريزو كمان مش حلو خالص، لا الرز ولا الصوص. الفراخ كويسة بس الصوص طعمه غريب، انا مش عارف ده صوص ايه اصلا. الطبق على بعضه ما عجبنيش بصراحة. وطلبت بطاطس كبير، دي تمنها 70 جنيه، غالية على الكمية دي. بطاطس كويسة يعني المعتاد من محلات الفرايد تشيكن، جاي معاها كيسين كاتشب ديكسي ميلز. نروح المهم، الفراخ القطع حجمها مش كبير، وانا بفضل الحجم ده في الفرايد تشيكن، لان الاحجام الكبيره بيبقى فيها مشاكل، واغلب المطاعم ما بتعرفش تظبط الطعم والتتبيله، وان هي تتخلص من الزفاره وتطلع لك في الاخر فراخ بالسوى المظبوط. الفراخ حلوه ونظيفه والتتبيله واصله لجوه، وطبقه البريدنج مقرمشه. المره دي افضل من المره اللي فاتت بكتير. بس دي تجربه تيربو فرايد تشيكن، مكانه في مول جولدن زون شارع النصر مع 23 ديسمبر. سلام. وفي نهاية الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجة بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجة من نفس المطعم تلاقي طعم وجودة مختلفين عن المرة اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي، بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان. اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.